الغربة طبعا احنا اتكلمنا كتير قوي عن الغربة والمحتوى بتاع الغربة والشباب المغتربين واللي مسافر الامارات وقطر والسعودية والامريكا والناس دي كلها اتكلمنا عنها وقلنا الغربة صعبة والناس وربنا يكون في عون كل حد مغترب يعني. ونسينا نتكلم بقى عن الست المغتربة. الست المغتربة اللي سابت اولادها، اللي سابت ابوها وامها، والبنت كمان مغتربة اللي طالعة مثلا عشان تجهز نفسها او عشان الظروف عندهم مش احسن حاجة والكلام ده كله. دول بقى قصة تانية خالص يا جماعة. احنا كرجالة صراحة يعني مستحملين بالعافية، ما بالك بقى بست. واحنا عارفين طبعا الستات والبنات بطبعهم حنين شوية، اللي سايبة ابوها وامها واللي سايبة عيالها اذا كانت متجوزة او ام وحتى منفصلة، ربنا يصلح حالها طبعا. اي ست متغربة يا جماعة لازم نبص لها بنظرة الاحترام، بنظرة التقدير، ان حد طالع بيكافح، حد طالع عشان عنده قصة احنا ما نعرفهاش، حد ربنا يصلح حاله، حد ربنا يرزقه. وانا من صفحتي دي المتواضعة بدعي لكل بنت وكل ست متغربة ربنا يصلح حالها ويرزقها ويرجعها لأهلها بالسلامة.